على مدينية لأشقائنا في الجزائر، وعبرت على استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين. وإن التزامنا الراسخ بيد ممدودة لأشقائنا في الجزائر نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا وقدرتنا سويا على تجاوز هذا الوضع المؤسف، وما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر مع باقي الدول الشقيقة. ملك المغرب في خطابه الأخير بمناسبة العرش يقول: أنا مستعد باش نمد يدي للجزائريين. يعني ما تحليلكم؟ والله تحليل تراجع سيادة الرئيس بعد الضغوط الجزائرية. ما تفاصيل بالنسبة لنا احنا ما كانش فيه استجابة للمشكل الظرف الحالي اللي عايشين فيه. دبلوماسي مغربي صرح بأمور خطيرة جدا، سحبنا على أساسها السفير تاعنا من الرباط وقلنا نمشوا إلى أبعد، ما جاناش الجواب. اللي هو سفير المغرب في الأمم المتحدة. ما نعلقش أكثر من هادشي. هما خلقوا شغل نوع من التوازن. التوازن تاعش توازن مع القضية زعما الصحراء الغربية. الصحراء الغربية قلناها، موش أنا نقولها، قولها كاع الناس تقول فيها، بما فيها الولايات المتحدة. قضية الصحراء الغربية راها بين يدي الأمم المتحدة في لجنة تصفية الاستعمار. احنا نصوم دي زوبسيرفاتور نزاهة فقط بارابول. يعني نعاونوهم باش يحلوا المشكل، وحنا مستعدين حتى إذا كان فيه لقاء بيناتهم هنا في الجزائر مرحبا بهم، ونديروا كل إمكانية تاع الجزائر باش المشكل هذا يتحل بيناتهم، ولكن برضا الجميع. خرجت أنا على صحراء قرار اللي خصهم هما يحلوا مشاكلهم في بعضهم بعض. الجارة الغربية الجارة الشرقية الرئيس. وبشأن العلاقات مع المملكة المغربية، أكد الرئيس الجزائري عدم وجود مشكلات بين بلاده والمغرب، وقال إن قضية الصحراء يجب أن تبقى في أروقة الأمم المتحدة، وإن رؤية الجزائر مبدئية باعتبارها مسألة تصفية استعمار.